بما اننا بقى في الحر والجو نار وعايزين بقى ناكل حاجات ساقعة كده، يبقى هنعمل مع بعض النهاردة ايس كريم تحفة. جربوا معايا بقى ايس كريم الكراميل ده، هتاكلوا صوابعكم وراه. بصوا حاجة كده تحفة، مكونات اقتصادية وموجودة عندنا في البيت، والنتيجة زي ما انتوا شايفين خطيرة. بصوا لسه بقى مطلعاه من الفريزر. بصوا ماسك نفسه ازاي وتحفة ازاي مع الكراميل. حاجة كده خطيرة يا جماعة، لازم تجربوه. عايزة أقول لكم إن هو كمان مُشبِع جدًا، يعني ما شاء الله من كتر ما هو يعني آيس كريم بيرطّب وفي نفس الوقت دسم، ما شاء الله مُشبِع جدًا، جدًا. أتمنى تتابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويالّا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بقى معايا نص كوباية من السكر العادي. دي أول حاجة عشان أعمل الكراميل. لو انتوا حابين ان هو يعني كتروا في كمية الكراميل اعملوا كوباية سكر، بس أنا شايفة ان هي نص كوباية سكر هتبقى كويسة جدا جدا. هجيب بقى طاسة كده عشان احطها على النار، وابتدي انزل بنص كوباية السكر كده، وابتدي ارفعه بقى معاكوا على نار يعني متوسطة، واسيبه بقى بلاش نقلب فيه عشان ما يخرصش معايا. هسيبه على النار لحد ما يبتدي يسيح معايا وياخد معايا اللون الذهبي. دي اول خطوة معايا، والخطوة دي مهمة جدا، وزي ما قلت لكم ما تقلبوهوش. انتوا اكتر حاجة هتعملوها ان انتوا ممكن بس تمسكوا الطاسة وتهزوا الطاسة مش اكتر، لكن بلاش تقلبوا عشان ما يخرصش معاكوا ويعمل معاكوا تكتلات. تمام اهو زي ما انتوا شايفين التقليب بالطريقة دي كده. خلاص، عايزاه ياخد معايا اللون الدهبي، ما تخلوش يغمق عشان ما يمررش معاكي. بصوا بقى احنا هنبدل المكونات بمكونات عندنا في البيت. المفروض هنزل عليها بعد ما تسيح بمعلقة من الزبدة. انا مش متوفر عندي زبدة فنزلت بمعلقة من السمنة. تمام، انا بعملها لكم اقتصادية على قد ايديكم وفي نفس الوقت تديكوا طعم حلو. تمام. طيب، المفروض معايا بقى نص كوباية من الكريمة اللباني. طبعا الكريمة اللباني غالية ومش متوفرة كتير، فهنزل مكانها بنص كوباية من وش اللبن او القشطة. إيه، عارفين انتوا لما بتجيبوا لبن وتغلوه وتسيبوه في التلاجة تاني يوم بتيجي تطلعوه بتلاقيه عامل وش كده؟ انا باخد الوش ده وبحتفظ بيه في علب واسيبه في الفريزر، لما احتاجه بطلعه واعمل بيه وصفات. فانا استبدلت النهارده الكريمه اللباني بوش اللبن بتاعي ده، نص كوبايه من وش اللبن، ونزلت بقى بيه. في البدايه كده هتلاقي السكر بتاعك عمل تكتلات زي ما انتوا شايفين كده، بالراحه وسايسيه، وابداي ان انتي قلبيه واحده واحده لحد ما تبتدي يدوب معاكي. تمام، واول بقى ما يدوب معاكي يدوب غلوه او غلوتين بالكتير وتطفي عليه، ونحطه بقى في حاجة كده عشان يهدى خالص. شايفين بقى قد ايه انا عملتلكوا اقتصادي اهو. بصوا بقى مع التقليب شايفين داب خالص اهو، بقى في حتة صغيرة وبرضو بقلب فيها. هدي بقى النار خالص سهرية كده علشان ما يحرقلكيش السكر ويكون لسه ما دبش. احنا هنهدي النار لحد ما نبتدي ندوب القطعة اللي فاضلة دي معايا. شايفين بقى لما داب بدأ الخليط يتقل معايا ازاي اهو. عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه، هو لوحده كده الكراميل ده بيبقى جميل، طعمه حلو قوي وغني. خلاص، بدوبه كده مع بعض. وخلاص اول بقى ما بدأ يدوب معايا بدأت ان انا اهدي النار، اطفي النار ياخد يدوب غلوتين واطفي النار. هوريكم دلوقتي وهو بيغلي، ودي اهم خطوه واكتر خطوه بتاخد معايا وقت في الوصفه بتاعتي. او شايفين كده خد اول غلوه، هياخد كمان غلوه واقوم مطفيه عليه. طعمه حلو وريحته جميله وبجد تحفه 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 اهو زي ما انتوا شايفين. يلا بقى اطفي عليه كده كفايه، واخده واحطه كده بقى في اي طبق ما يسحش طبعا مني لانه بيبقى سخن جدا. انا حاطاه هنا في طبق بايركس. هنزل بقى بيه كده اهو، واسيبه بقى يبرد تماما. تمام، يبرد تماما. اول بقى ما يبرد احس ان هو بقى دافي كده، هبتدي اشتغل في الخطوه التانية اللي مش هتاخد معايا دقيقتين بالظبط. هو الكراميل ده اكتر حاجه بتاخد معايا وقت. هسيبه بقى يبرد، وابتدي بقى اجيب معاكم كده بولة او
البولة بتاعت كريم الكراميل بتاعت كريم شانتيه اللي بيتضرب فيها البيض والكريم شانتيه اهو. هبتدي بقى انزل فيها بكوباية من اللبن. مهم جدا جدا اللبن طبعا يكون مثلج، يعني تكوني جايبة كوباية كده حطاها في الفريزر. كوباية لبن تكون من الفريزر. طب ما انا ما عنديش لبن، نستبدلها بمية. بس انا بقولك على الحاجة اللي تبقى ايه، تغنيلك الوصفة، تخلي الوصفة غنية. وكوباية من كريم شانتيه سايب. طب انا ما عنديش سايب، بجيب الكياس، يبقى هتجيبي كيسين من الكريم شانتيه. تمام. دايما تحطي السائل الاول وبعدين تحطي البودرة. بعد كده تقلبيه الاول بالمضرب كده، تقلبيه اهو، عشان مش اول ما تيجي تفتحي الهاند بلندر تلاقيه طار. لا، بقلبه كده، اخلطه شويه بس مع خليط اللبن، وكده ببتدي اطحنه مع بعض. مهم بقى جدا معلومه كده عن الماشي، انك لما تيجي تضربي الكريم شانتيه اضربيه دقيقه الاول وافصلي، وارجعي اضربيه تاني اهو زي ما انت شايفه، هتلاقي الخليط اتقل، بيتقل معاكي. تكايه حلوه قوي دي، احتفظي بيها، هتعجبك جدا جدا. هبتدي اعمل ايه بقى، اخد نص كميه الكريم شانتيه، الكريم الكراميل عامه. تمام. اخد نص الكمية وابتدي اضربها مع الكريم شانتيه. تمام. واسيب باقي الكمية، هقولك هنعمل بيها ايه، وهقولك ازاي نفكها، عشان هي المفروض ان هي مسكت معايا. شايفين بقى شكل الكريم شانتيه بقى عامل ازاي، بقى تحفة. طعمه بقى بالكراميل بقى تحفة. هتجيبي كاسات، بولات، اي حاجة عندك كده، وابتدي ان انا اعبي فيها خليط الكريم شانتيه اللي معمول بالكراميل. تحفة جدا يا جماعة، حلوة قوي. هننزل بقى بالكمية بتاعتنا، وهنلاحظ ان الكراميل اللي معانا في البولة بتاعتي تقل، بقى سميك. طبعا لما اجي عشان اعمل بيه شكل على وش الايس كريم بتاعي، مش هعرف اعمل شكل لانه هيبقى تقيل. هاخده كده، بس لو عندك ميكرويف دخلي الميكرويف كده 3 دقايق، او تحطيه على النار دقيقتين بالظبط كده، يدوبك بس يفك معايا. شايفين؟ يبقى بالمنظر ده كده لما اجي انزله ينزل معايا كده زي ما انتوا شايفين. غير الاول كان ماسك، فما كانش ينفع ان انا اعمل الخطوه دي خالص فيه. شايفين يا جماعه؟ يبقى هو من جوه كريم كراميل، ومن على الوش كمان كريم كراميل. والله على الجمال، الله على الجمال بجد يا جماعه. كريم شانتيه تحفه. ايس كريم تحفه، اسفه. ايس كريم خطير. يلا جربوه بسرعه، وقولي رأيكم، عشان أنا متأكدة إنه هيعجبكم جدا جدا. حابين تضيفوا أي حاجة تانية ضيفوها، بس بجد هو كده مش محتاج أي حاجة خالص. حطيه في الفريزر ساعة واحدة وهتاكليه بألف هنا وشفا. بجد حلو جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ يلا جربوه وقولي رأيكم. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.